يبقى شكله حلو جوه عليك. يا بنتي بقى اللي تروحي نعم يبقى شكله حلو عليك. يا بنتي ده عليه عرض تحفه. طب هو بكام؟ ب 4000 بس. ده جاب له بعد طبعا. لا دي انا بعمل جمعيه وبجيبه مع نفسي. فك مني انت. جمعيتي انت لسه قدامك وقت. ربنا يساعدك بقى. مساء الخير يا بنات. مساء الخير. ايه عاملين ايه؟ تمام. ايه رايك نقطة الفستان ده؟ وريني كده. حلو وب 4000. حلو خالص. انا ورايا مش هنشوف مين هي. بتفكر نجيب انا وخبرانيا. تجيبوه؟ وبعدين نتحرك. خليك مكانك. كل واحد يخرج بيوتين كده. فكرة حلوة خالص. وين طبعا كل واحد فينا هتجيب فستان. ومال هاتوه. عجبك يا ماما؟ عجبني هيكون حلو عليه. طب وين؟ ده ما يسيبناه. ليه؟ هي كده واحدة مش حاجة تشوف صوتك كده وخلاص. طيب خلاص يا ماما. لا مش حاجة. خلاص يا ماما عشان غير. لا مش خلاص يا فكروني مش حاجة تشوف مجلتك كده. خلاص يا ماما اهدي ده فستان عادي يعني. خلاص ماشي. ايه تشربوا حاجة؟ شكرا. خلاص انا هاخد. خلاص يا فكروني معلش عادي يعني ده فستان. ماشي عادي مفيش مشكلة. صدقيني هي ما كانتش قصده. قصده ولا مش قصده مش قصده. حط مفتاح. مش حاجة. الو. ايوه. ايه ازيك عامل ايه؟ ايوه. ايه فينك؟ انا بتحبوني. طب حلو خالص انا اعتبر في نص الشارع 5 دقايق البيت. خلاص ماشي. ماشي. انا دلوقتي على اتصل بيا. عادي تمام. خلاص ماشي. قال يا فبراير ايه الاستاد يا بنت اللي منزلاه ده؟ عادي يا بنت مفيش حاجة. عادي ازاي بس؟ انت باين عليك حصل حاجه في البيت ومتضايقه جدا. لا عادي مفيش حاجة أنا تمام. خلاص على العموم انا هخلص اللي في ايدي وهجيلك. ماشي عادي تمام. ايه قطعت خلطك ولا حاجه؟ لا عادي مفيش حاجة. هو انتوا تنفخوا فيش كده ليه؟ هو الواحد ما يعرفش يتنفس في البيت ده؟ وبعدين انت مش شايفة اللي عملتيه؟ ايوه ايه اللي غلط في اللي عملته يعني؟ يا ماما انت كسفتيني جدا صاحبتي وما قدرتيش مشاعري ولا قدرتيني انا هحس بايه؟ ده كله عشان فستان ب 4000 جنيه. طب انا اجيبه منين ده؟ انت مش شايفه حال البيت؟ وبعدين ده شويه عشت بيه. مش بالطريقة دي. كنت تستني لما هي تمشي وكنت تقولي لي كده انا كنت هتبلعاكي. انا بعمل كل ده عشان بحبك وخايف عليكي. اللي لما يحب حد مش بيأذيه يا ماما. تعبتيني نفسيا انا تعبت من كلامك. طب انا خايفه عليكي من المجتمع وخايفه عليكي من الكلام. انت مش شايفه ايه اللي بيحصل فيه من خطف وجلد البنات ولا الولاد اللي بتضحك عليا بنت الكلمتين؟ انا ما ينفعش اسيبك انا لو سبت الحضيع. مش بالطريقة دي. وبعدين انت طول عمرك محسساني بالنقص وسط كل الناس. مفيش مرة جيت اتكلمت معايا حسيتيني ان انا مهمة عندك. انا من حقي اطلب حاجات وانت
يا ريت بجد. يا ريت. طب يلا احنا على المطبخ. مطبخ؟ بعد كل الكلام ده المطبخ؟ فين حنان الام؟ فين الطبطبه؟ فين المسلسلات؟ بالتالي بلاش نروح على المطبخ. يوه. المايك دايما المايك موجود في المطبخ، ترميه